بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية مع مستر عبد الله. بإذن الله يا شباب عندنا الأسبوع ده إن شاء الله مراجعة نهائية بإذن الله. الامتحان مش هيخرج عنها إن شاء الله تعالى. نركز ونشير ونعرف كل زمايلنا بإذن الله. هتنزل على قناتنا على اليوتيوب مستر عبد الله دراسات اجتماعية وتاريخ ثانوية، وهينزل على صفحتنا على الفيسبوك باسم مستر عبد الله. نشير ونعرف كل زمايلنا. تعال ناخد كده شوية تريكات كده بسيطة بإذن الله تعالى كده. يلا بينا. خلي بالك احنا بالنسبة للأقاليم المناخية احنا عندنا هنا الطندر، عندنا هنا مناخ الطندر. تمام. بياخد عندي شمال آسيا روسيا اهو، وبياخد شمال أوروبا، وبياخد عندي شمال أمريكا الشمالية تحديدا شمال كندا. تمام. الراجل يجي لك هنا في السؤال اتفضل انت عندك هنا سلاله ايه؟ انا عندي هنا سلاله مغوليه اللي هي مين يا مس؟ عندي هنا التنجوس صح؟ ايوه عندي هنا التنجوس. تمام. وفي نفس الامر عندك سلاله هنا مين؟ برضه مغوليه بس مين؟ الاسكيمو. مين؟ الاسكيمو صح؟ تمام. طبعا دي سلاله غير نقيه ودي سلاله نقيه في صحراء التندرا وشمال كندا. ادي تكه ناخد بالنا منه. حته تانيه يجي يقول لك موسم المطر في شمال افريقيا وموسم المطر نغير اللون، ويقول لك موسم المطر لحظه يقول لك موسم المطر في شمال اسيا. انا احسبها ازاي؟ انا على طول اروح للاقاليم المناخيه. انا عندي هنا اقليم بحر متوسط يبقى المطر هنا في الشتاء، المطر هنا شتاء. طيب والمطر في شمال اسيا، اسيا اقليم التندرا بيكون عندي صيف قصير وفي مطر، يبقى خلاص صيف. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده قلنا حتتين بالنسبه للسلاله مغوليه في شمال اسيا، في شمال عندي امريكا الشماليه، هنا التنجوس، هنا عندي الاسكيمو. دي مش نقيه ودي نقيه. قلنا على فصل المطر في شمال اسيا وموسم المطر في شمال افريقيا. نروح لحته ثانيه. اتفضل. الراجل يجي يقول لك هنا انا عندي هنا اقليم مناخي، فالطالب يقول لي يا مستر انا عندي هنا اقليم مناخ اللورنسي اللي هو عندي شرق القارات المعتدل البارد. تاني اللورنسي شرق القارات المعتدل البارد. تمام. هنا نهر ايه؟ يا مستر عندي هنا نهر ايه؟ منشور. تمام. اللي هو بيصب فين؟ في المحيط الهادي. تمام. سلاله مستر سلاله مغوليه. موسم المطر طالما اللورنسي يبقى طوال العام. طيب ده كويس ده سهل، بس ممكن يجي لك هنا شمال اليابان. تمام كده؟ شمال شرق الصين، يبقى شمال اليابان او شمال شرق الصين ده يخش عندي في اقليم اللورنسي. نيجي بقى ناخد هنا شرق اسيا. هنا مين؟ هنا اللورنسي، هنا الصين. تمام؟ هنا مطر طوال العام، هنا مطر طوال العام. هنا موسم المطر صيفا بس برضه موسم المطر صيف. يعني انت حضرتك عايز تقول لي ان الاقليم المعتدل شرق القارات الدافئ الصيني، شرق القارات المعتدل البارد اللورنس، الاثنين بيتشابهوا مناخيا؟ ايوه الاثنين بيتشابهوا مناخيا. ده حراره امطار طوال العام، ده امطار طوال العام. ده عندي بارد في الشتاء، ده بارد في الشتاء. امال بيختلفوا في ايه؟ في الخصائص النباتيه والعروض. يعني العروض هفهمك. خصائص النباتيه دي فيها عندي الصنوبر والشربين والصين الصفصاف والبلوط. طب ايه العروض دي؟ يجي يقول لك مثلا عندك الاقليم الصيني في عروض ايه؟ يعني في اقاليم ايه؟ في اقليم ايه؟ فانا عارف ان الصيني في الاقاليم المناخيه المعتدله الدفيئه اللي هو مع اقليم البحر المتوسط والصحاري المعتدل. طب الاقليم اللورنسي معاه اقليم مين؟ معاه اقليم غرب اوروبا ومعاه الاقليم القاري البارد. ركز في الكلام ده عشان لما يجي لك في يخت. تمام؟ ناخد تكه اخيره كده بسرعه. اتفضل. يجي لك هنا يجيب لك قاره زي امريكا
الجنوبية. ويقول لك على سبيل المثال ان عندي مثلا يجيب لك قاره ويقول لك بيخلو منها مناخين، فانت كطالب لازم تكون ذكي، ابدا اخد كل اختيار واشوف الاقاليم المناخيه اللي في القاره دي، ساعتها انت تقدر تتوصل الاجابه بمنتهى السهوله. يعني في سؤال كان جاي، كل الطلبه شايفه اقليم التندر البارد على الخريطه في انتاركتيكا وموجود عندي في شمال العالم ومش موجود عندي هنا. لا، احنا عندنا موجود جزر تبع امريكا الجنوبيه في اقليم التندر البارد فما جاش فيه. ويجي يقول لك مثلا يوجد اقليم التندر البارد فين؟ طبعا مش موجود عندي في استراليا، مش موجود عندي في افريقيا، تمام؟ موجود عندي في امريكا الشماليه انتاركتيكا بالكامل، موجود عندي في امريكا الجنوبيه، موجود في اوروبا، موجود عندي فين؟ في اسيا، انما مش موجود في استراليا ولا موجود في افريقيا. يقوم جايبها بطريقه ثانيه اللي هي المكان ده والمكان ده والمكان ده عندي هنا الهند، ودي جزيره مدغشقر، ودي جنوب غرب شبه الجزيره العربيه، فيقول لك بيتشابهوا مع بعض. فانت كطالب عارف ان ده موسم، ده موسم، ده مدار، اي الاثنين بيتشابهوا في الخصائص المناخيه، حار جاف، حار في الصيف تمام كده وبيتميز بالمطر، وفي الشتاء بيكون معتدل جاف، يبقى هو حر في الصيف وممطر، وفي الشتاء بيكون الجو مفيش فيه ميه مطر جاف. طيب يبقى انا عندي دي الخصائص المناخيه. الخصائص النباتيه في حشائش السفانه، فيجي يقول لك تعالى المكان ده والمكان ده يتشابه مع بعض في ايه؟ فانت لازم تشغل دماغك، يبقى ده وده بيتشابهوا مع بعض في الخصائص المناخيه والنباتيه، لان ده اقليم موسمي، ده اقليم موسمي، ده اقليم مداري. تمام يا شباب؟ باذن الله تعالى ان شاء الله ننتظر باذن الله المراجعه النهائيه ونشير ونعرف كل زمايلنا ونبدا ان شاء الله نتفاعل عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الطلبه ونعرفهم ان هينزل عندي فيديو مراجعه نهائيه على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب باسم مستر عوض الله.